السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل، صباح الورد، صباح الياسمين، صباح الرضا من رب العالمين. تعالوا نصلي على النبي ونشوف الأكلة الجامدة اللي احنا عاملينها دي. احنا عاملين التندوري، عاملينه بطريقة حلوة جدا. انا هنا هعمل جنبه سلطة بنجر. حطيت البنجر يتسلق الأول، وبعدين هنا جبت دي بحضر الخلطة بتاعت التندوري. انا جبت معلقة توم، فص ماجي، توم بودرة، بصل بودرة، بهارات، فلفل اسود، كزبرة ناشفة، كل ده كده على معلقة التوم. ده جنزبيل، لو عندك فريش ماشي، ما عندكيش ممكن تحطي ده عادي. ومش عارفة البتاعة دي اسمها ايه بصراحة، بس حطيتها. وجبت كوبايتين زبادي، وبعدين حطيت شوية ملح وقلبتهم كده كويس، خلطتهم. وبعدين شوية ملح همت عشان ايه اظبط الحدق بتاعه. هي التندوري دي بتتعمل بالفراخ بعظم، تشيل الجلد بتاعها، فانا عملتها بالصدور. وهنا جبت الوان طبخ وزودت بابريكا عشان هي لازم تبقى لونها احمر جدا. ممكن تزودي زبادي عشان هي الصوص بتاعها بيعتمد على الزبادي. وهنا جبتها كده خلطتها في قلب الخليط. الفراخ البانيه قطعتها يعني سميكة شوية، وخلاص ممكن تعمليها من قبلها بيوم، كل ما تقعد في الخلطة بتبقى احسن. وبعدين انا جبت صينيه وسخنتها وحطيت فيها ايه معلقتين زيت مثلا، وحطيت فيها كده التندوري بالطريقه دي الفراخ. بعد طبعا ما خلطتها كويس وسبتها حوالي ساعه. انا عملتها في نفس اليوم يعني. تمام. وهنا طبعا هخليها تاخد اللون كده، وهقلبها على الناحيتين كويس. والشطفه بتاعت بتاع البوله اللي انا كنت عامله فيها، باخد شطفه الميه بس وبحطها فيها، وبعد كده بحط عليها ورقة فويل وبدخلها الفرن. وهنا انا عملت ايه جنبها رز بالكاري اهوت. جبت هنا معلقتين بتاع 3 معالق زيت وحتة سمنة صغيرة، وحطيت معلقة كاري كويسة كده، وعملت ايه الرز بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. الاكلة دي تحفة جدا على فكرة، اكلة هندي مش مصري. خلاص. وقلبي كويس الرز، يعني ما تستعجليش، افضلي قلبي فيه عشان لما الرز بيتحمص كويس على النار بيلمع كده، بعد ما بيستوي بيبقى شكله جميل. خلاص. وانا هنا اهو كمان الرز خلاص خلصت منه، يعني خد اللون اللي انا عايزاه. كنت غلياله ميه، فحطيت ايه على طول، مش هياخد اي وقت. فخلاص اهو الحمد لله، انا قاعدين اقلب. وبعد كده ايه هنزل عليه بالميه اهو. خلاص كده، خلاص ايه الرز طبعا لما يبتدي يتشرب، انا جبت هنا لون طبخ وحطيت ايه انا عايزاه يبقى ايه احمر فاصفر يعني، التاتش ده بقى. وهنا جبت العيش دوت اللي هو الابيض الشامي، حمرته برضو جنب الاكله، بيدي طعم حلو قوي. وهنا جبت البنجر اهو بعد ما اتسلق، حطيت عليه شويه خل صغيرين وشويه ملح بس كده. وجيت ده شكل الاكله. وعملت جنبها كمان التوميه، نزلتها لكم قبل كده. بألف هنا وشفا على قلبكم. لازم تجربوا الأكلة دي وتقولوا لي رأيكم ايه. متنسونيش في اللايكات والاشتراكات.